السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده هنخيطوا التشريح ده، بس خياطة. ماشي، ده العلام هوريلكم هيتعلم ازاي. ماشي انتوا، ده السفنج بتاعنا، طبعا خامة محملة، مش سفنج ضعيف. طبعا انا لازقه، ده الرش بالكلة. طبعا ما بيتسابش السفنجة ديت كده فاضية، لا، لازم يتحط عليها طبقة من القماش او من العبك زي كده. ده العبك بيترش الكلة، ماشي، وبيتلزق عليها العبك. بعد كده كل ده عشان خاطر في الخياطة تطلع لي، بعد ما بيتخيط يطلع لي السفنج، يبقى ليه بروز، ليه بومبيه، غير اما بيروح في المصنع بره. لو انا هوديه مصنع بره بيعمل من غير العبك ده. ماشي، بياخد السفنج مني وبياخد القماش وجاي مخيط. ماشي، طبعا ما بيعلمش كده لان هو عنده كمبيوتر بيشتغل عليه بالمقاس اللي انا بديهوله وبيطلع الشغل، لكن ما بيطلعش نفس الشغل اللي انا بعمله على المكنه عندي، لان انا بحط الطبقه ديت. ماشي، فهي ديت اللي بتعمل الشغل ده. طبعا ديت بتاكل معايا قماش، غير في المصنع ما بتاكلش القماش، بيبقى هو نفس المقاس. ليه؟ لان هو بيتفرد، فما بيدينيش البومبي بتاع كل تشريحة ليها في الخياطة. تشريح خياطة مش تقطيع. ماشي، زي ما انتم شايفين كده الوش دوت اترش كله واتلزق القماش عليه على السفنج بتاعي. وبعد كده طبقة العبك ديت بتتلزق برضو. بعد كده بنخشوا في مرحلة العلام. ده كده العلام بتاعي على قد، على حسب الموديل اللي هو العميل طالبه. فطبعا المقاس بتاعه هو يدوبك العرض ده تقريبا ال4 سنتي. وبعلم العلام بتاعي كده. طبعا بحط القلم قريب من اللون بتاع القماشة. ماشي، طبعا اي جاف ولا بتاع انا وريت لكم طريقة اللي هي بيتعمل بسبيرتو. اي قلم جاف احمر اخضر ازرق بشوية سبيرتو وبقطنة، بكل دوت بيتشال زي السحر اكنه مش موجود. ماشي، فانا في ايدي اللي انا اشيله، في ايدي اللي انا اسيبه. لو بان هشيله، ماشي، لو مش باين عادي مفيش مشاكل، بخيط عليه عادي، مش هيزعل في حاجه. ماشي، ده كده طريقه التعليم بتاعه. ماشي، وهوريلكوا الخياطه بعد كده.